احنا في زمن دلوقتي الكاميرات بتاعة المراقبة حاجة مهمة جدا ان احنا نستخدمها في حياتنا اليومية، ولكذا سبب. في ناس بتستخدمها للمراقبة فعلا، لو انت عايز مثلا عندك مصنع او عندك مثلا حد في البيت عايز تبقى عارف دايما كده الدنيا ايه اللي بيحصل في البيت عندك، تبقى حاطط كاميرات يا اما جوه البيت يا اما بره البيت وتقدر تشوفها من على الموبايل بتاعك. محتاج كمان ان الكاميرا تكون مقاومة للعوامل الجوية، عشان لو عايز تحطها بره مثلا قدام البيت في الشارع عشان برضو تراقب اللي بيحصل. وممكن استخدام تاني خالص لو عندك طفل او بيبي في البيت، محتاج كاميرا بتقوم بدور البيبي مونيتور، ان انت تبقى حاطط الكاميرا دي وبص عليه كده وهو نايم، تتاكد ان هو صاحي ولا نايم كويس ولا تعبان بيعيط. وعلى النقيض تماما ممكن يكون في حد كبير في السن عندك في العيله او في البيت وعايز تبقى مطمن عليه، وكل شويه كده تخش تشقر وتتاكد ان هو كويس. وكل دي استخدامات مهمه ومفيده جدا. لكن دايما لما تيجي تشتري الكاميرات دي بيقف قدامك كام عائق كده، من ضمنهم هل هي سهله ولا صعبه في التعامل، هل محتاجه شغل كتير بقى وناس تيجي وتاسس وتمشي اسلاك، ولا الموضوع بسيط وممكن يمشي وايرلس وممكن يمشي من غير كهرباء خالص. وطبعا الحاجه الاهم والفيصل في كتير من القرارات، هل الكاميرات دي غاليه ولا رخيصه. والحقيقه ان الدنيا عماله تتطور جامد جدا في تكنولوجيا كاميرات المراقبه، في مقابل ان السعر بيقل بدرجه مش وحشه خالص. فدلوقتي تقدر تجيب كاميرات بفاليو او قيمه عاليه جدا بسعر ما هواش عالي قوي بالنسبه اللي كنا بنشوفه قبل كده. والنهارده انا جايب لك مجموعه من كاميرات المراقبه اللي هي الحقيقه كلها انا بستخدمها بشكل شخصي، وانا النوع ده كمان بحبه وبستخدمه بقالي مده كبيره جدا، وهو وايز كام. والحقيقه ده مش اعلان ولا اي حاجه، وايز ما يعرفوش اصلا ان انا بعمل الفيديو ده، لكن ده من واقع تجربتي الشخصيه، لان زي ما بقول لك بقالي سنين كتير بستخدم الكاميرات دي. حتى الموديلات الاقدم عندي منها كذا واحده وبستخدمهم وانا شخصيا مرتاح معاهم جدا. فانا جاي انقل لك التجربه دي لو انت بتدور على كاميرا مراقبه عايز تشتريها. فلو مهتم تعالى نرغي شويه مع بعض عن احدث موديلات من وايز كام، ما تنساش تقول لي رايك في الاخر في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، والنهارده زي ما قلت لك هنقعد نرغي في شويه موديلات كده حديثه نسبيا من وايز كام، انا شخصيا بستخدمها ومرتاح معاها جدا. فزي ما انت شايف دي كاميرا صغيره جدا، لكن الحقيقه دي موديل قديم، دي مش الجديد. كان في الفي 1 والفي 2 نفس الشكل ده وفضلت استخدمه مده طويله. بعد كده نزل بعدهم الفي 3 اللي هي شكلها مختلف شويه، واخيرا الاصدار الاحدث اللي لسه نازل من كام اسبوع كده وهو الوايز كام في 4. دي تعتبر احدث اصدار من الكاميرات الصغيره جدا اللي بيعملوها، لا تقدر تعتبر ان هي اقتصاديه كمان. ودي الحقيقه بعتبرها السهل الممتنع كده، يعني كاميرا بسيطه قوي في التعامل، تقدر تشوف اللي انت عايزه في اي وقت من اي حته في الدنيا، والموضوع مش معقد خالص. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الكاميرات دي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ودوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. مبدئيا لو جينا نبص على الفي 4 من وايز كام هتلاقي ان هي حجمها صغير جدا مكعب كده، ودي لغه التصميم اللي هم ماشيين بيها الحقيقه من زمان جدا. حجمها يعني صغير، وزنها صغير، في البيس بتاعتك دي اللي انت ممكن علشان تثبتها على الترابيزه وتخليها بقى تبص في اي اتجاه كده لو انت عايز، وتلف منك كده وكده. تقدر لو عايز تثبتها بمسمار في الحيطه وتخرم ممكن تعمل كده عادي جدا من الفتحه اللي في الظهر دي، والمسامير جايه معاها كمان. لكن لو مش عايز حاجه زي كده فالقعده دي فيها مغناطيس كمان، وبيجي معاهم القطعه المعدنيه دي اللي هي بتبقى ممكن تلزقها على الحيطه او اي حاجه، وساعتها القطعه المعدنيه دي هي اللي هتمسك في البيس بتاعه الكاميرا. ودي طريقه تانية سهله جدا لتثبيت الكاميرا. عندك الجزء الامامي بتاع العدسه ده مكتوب عليه وايز بخط صغير، وبعد كده فتحه العدسه اف 1.6 وانها 4 ميجا بكسل، وده بيترجم في دقه الفيديوهات اللي الكاميرا دي تقدر تصورها اللي هي اكتر من 2K. وعندك كشاف هنا صغير تقدر تنوره برده من التطبيق، او لو هي شافت اي حركه قدامها هتتحكم في الكلام ده كله زي ما هنشوف بعد شويه. ولو زقيت الرجل بتاعتها كده هتلاقي عندك هنا مكان لمايكرو اس دي كارد لو انت عايز تحط كارت ميموري صغير، ودي حاجه مهمه جدا زي ما هحكي لك بعد شويه برده. والناحيه الثانيه هنا هتلاقي في زرار مكتوب عليه سيت اب اللي انت بتستخدمه علشان توصل الكاميرا بالابلكيشن اللي على الموبايل. في الظهر هنا كمان عندك سماعه خارجيه علشان الكاميرا دي بتعمل سرينه، وفي نفس الوقت تقدر تكلم الكاميرا وصوتك يطلع منها برضو بيخرج من السماعه دي. والسلك اللي طالع ده اللي بيتوصل فيه مايكرو يو اس بي، مش عارف ليه مش يو اس بي سي لغايه النهارده، لكن مشكورين السلك جاي معاها، وسلك طويل جدا عشان ده يسهل برضو عمليه التثبيت بتاعها. وهتلاقي السلك بيدخل يعني كده بالعافيه، والجزء ده رابر كده او زي سيليكون علشان يكون يعني معزول كويس قوي، لان الكاميرا دي الحقيقه مقاومه للميه والاتربه بتقييم IP65، فانت ممكن تثبتها بره والدنيا تمطر عليها عادي وتراب ومفيش مشاكل. حتى سامع صوت وانت بتفكها. واول ما توصل الكاميرا دي في الكهرباء هتلاقي في لمبه صغيره زرقاء نورت هنا بتقولك ان هي شغاله. الحقيقه انت تقدر تطفي اللمبه دي من الابلكيشن لو انت عايز. وبما انها شغاله دلوقتي فتعال احكي لك عن المواصفات الفنيه بتاعه الكاميرا دي. الكاميرا دي بتصور فيديوهات بدقه 2K
زي ما انت شايف كده تقدر تشوفها هنا، وتقدر تتحكم كمان انت عايز الجوده عامله ازاي عشان تسحب انترنت قد ايه، لان انت محتاج انترنت علشان تشوفها. والحقيقه ان جوده الفيديوهات اللي طالعه منها كويسه جدا. وده دلوقتي وانا بتكلم كده لو عايز تعرف اللاج او الفرق يعني ما بين الصوت والصوره عامل ازاي، برضه فرق ضئيل جدا، ودي حاجه بتكون عمليه في الاستخدام. تقدر تشغل سرينه منها من الابلكيشن لو دوست على الزرار ده، والسرينه دي ممكن تخليها تشتغل كمان لو لقطت حركه قدامها. تقدر تشغل الكشاف كمان من الزرار اللي هنا ده، وزي ما انت شايف كده الكشاف بتاعها شديد جدا. تقدر تتحكم برضو في قوه الاضاءه بتاعته، ومن هنا تقدر تتحكم انك تتكلم مع الكاميرا بتاعتك او تسمعها لو في صوت بيحصل قدامها. تقدر يكون في تو واي كوميونيكيشن كده، تتكلم وتسمع اللي بيحصل. فانا لو دوست هنا ممكن اتكلم بس هتلاقي الصوت عمال يعيد بعضه، بس انت فهمت الفكره. فيها حاجه كمان اسمها سمارت فوكس، حاجه كده زي بتعمل زوم ان على الاشخاص اللي بتمشي قدامها، وتبتدي تتتبع حركه الشخص ده جوه الفريم. طبعا مش هتلف معاه لان هي ما بتتحركش، بس يعني لو دوست سمارت فوكس كده هتلاقي المنظر قدامك عامل كده. وهبعد شويه علشان تشوف. فزي ما انت شايف كده انا ممكن ابقى بتحرك قدام الكاميرا جوه الكادر، بس هي بتقرب مني شويه علشان توضح اكتر مين الشخص اللي ماشي، ودي حاجه هتكون مفيده جدا للشخص اللي بيتفرج على الفيديو بعد كده. وعندك بقى طبعا امكانيات تانية كتير جوه الابلكيشن بتاع الكاميرا، مش هنقعد نلف بقى في كل حاجه فيها، لكن تقدر تتحكم في كل اعدادات الكاميرا عادي جدا. هيبقى السؤال الاهم، الفيديوهات اللي بتتسجل دي انت بتشوفها ازاي؟ والحقيقه عندك اختيارين في كل الكاميرات بتاعت وايز اللي بتنزل مؤخرا. اول اختيار ان انت تعمل اشتراك مدفوع في الوايز كام بلس بسبسكريبشن، يعني بتدفعه كل شهر حوالي $1.50 مثلا للكاميرا في الشهر، او ممكن تدفع تقريبا $10 كل شهر ويبقى عندك عدد كاميرات غير محدود في الخدمه دي. وده ساعتها بيفتح لك امكانيات كتير جدا للكاميرا كمان، ان هو يعرف اللي ماشي ده شخص، ومين الشخص ده لو انت مسجله قبل كده، ولا عندك قطه او كلب في البيت، ولا حد مثلا ساب لك شحنه جايه لك من اي شركه شحن ولا حاجه هيقول لك ان في باكج قدام البيت. كل دي امكانيات بتجيلك بالاشتراك المدفوع. بالاضافه للحاجه الاهم، هو ان الفيديوهات اللي بتتشاف قدام الكاميرا بتتسجل على الكلاود او على المساحه السحابيه بتاعه الابلكيشن نفسه بعدد غير محدود كمان، ودي حاجه انت ما بتاخدهاش لو انت مش دافع الاشتراك. في حاله انك مش دافع الاشتراك، كل اللي هيحصل ان لو هي لقطت حاجه قدامها بتحصل هتبعت لك سكرين شوت من اللي بيحصل قدامها ده، وساعتها تخش انت وتشوف لايف ايه اللي بيحصل قدام الكاميرا. او الحل التاني واللي انا شايفه يعني اوقع بكتير، هو ان الكارت اللي جوه الكاميرا المايكرو اس دي كارد ده تقدر تخلي الكاميرا تسجل عليه الى ما لا نهايه زي ما انت عايز، كونتينيوس بشكل مستمر سواء حصل حاجه او لا. ودايما تمسح التسجيلات القديمه وتحط بدلها التسجيلات الجديده، او تخليها بس تسجل الايفنتس لما تشوف حركه قدامها تسجل المقطع بتاعها ده وخلاص. وانا شايف ان ده حل عملي جدا. لكن في حاله الوايز كام في 4 انت بتقابل مشكلتين. اول مشكله ان هي ثابته ما بتتحركش زي ما قلت لك، هي مكان ما هي باصه هتفضل باصه كده، وان انت لازم توصلها في الكهرباء. وهنا انا هحللك المشكلتين دول مع الموديلات التانية اللي هنتكلم عنها. احب اعرفك على الوايز كام بان في 3. وفي 3 دي بتقول لك ان في اصدارين قبل كده، الحقيقه كنت بستخدمهم برضو، البان في 1 والفي 2 كانوا ليهم نفس الشكل مختلف شويه عن ده، لكن الحقيقه دي اللي شكلها اتغير جدا، وتحس ان هي كاميرتين من الوايز كام العاديه كده محطوطين فوق بعض، واحده هنا تحت كده مصمطه والتانيه فوق هي اللي بتتحرك. لكن الحقيقه ان الموتور والكلام ده كله هو اللي راكب هنا، وهنا الكاميرا فوق زي ما انت شايف. عندك هنا قاعده دائريه هي اللي بتلف عشان تخلي الكاميرا تتحرك يمين وشمال، وطبعا المفصله اللي موجوده الناحيه دي هي اللي بتخلي الكاميرا تتحرك فوق وتحت. والحقيقه ان الرينج بتاع حركه الكاميرا دي واسع جدا. انت طبعا هقول لك بتستخدم الحركه دي في ايه بعد كده، لكن مبدئيا كلفه في الهاردوير عايز اقول لك ان هي بتتحرك في زوايا كتير جدا وبشكل يعني مبهر جدا بصراحه، وانا حابب الكاميرا دي قوي. هتلاقي في الكاميرا هنا من تحت زي الكاميرا اللي فاتت عندك زرار السيت اب اللي بتعمل لها ربط بالموبايل عن طريقه، ومكان تاني برضو للمايكرو اس دي كارد اللي هتسجل عليه الفيديوهات وتقدر تشوفها فيما بعد في حاله انك مش عامل الاشتراك. والسلك اللي بيجي معاها برضو مايكرو يو اس بي، ما زلت مش عارف ليه لغايه دلوقتي، وبيتركب بشكل غريب كده زي ما انت شايف. الفتحه هنا موجوده بالمنظر ده، ولما تركب السلك هتلاقي ان ده كده بقى سطح مستوي، تقدر طبعا تثبته من هنا على اي حاجه لو انت عايز. وبرضو الكاوتشه اللي هنا محكمه الغلق بشكل كويس جدا ومعزوله عشان برضو دي اي بي 65 ضد العوامل الجويه والميه. واول ما توصلها في الكهرباء هتلاقيها بتعمل حركات لولبيه كده عشان تعمل كاليبريشن وتظبط يعني الزوايا بتاعتها. الكاميرا دي بتصور بدقه فول اتش دي، ما هياش 2K زي الكاميرا الثانيه، لكن ما زالت لطيفه جدا بالنسبه لسعرها يعني والامكانيات، وهقول لك الاسعار كلها في الاخر. بس المميز هنا بقى ان انت تقدر تحرك الكاميرا زي ما انت عايز، فوق وتحت يمين وشمال زي ما انت شايف كده. الموضوع يعني شكل مبهر قوي، ويعني اللقطه اللي من هنا دي مطلعه
لغد يعني مأساة قوي بصراحة. تقدر تحدد لها نقط معينة تروح لها وتفضل كده بتلف عليها طول الوقت، عشان لو انت عايز تغطي مساحة اكبر من اللي قدام الكاميرا تقدر بتبص هنا شوية وتستنى مثلا 10 ثواني وتبص هنا وتستنى شوية وتبص هنا وترجع تاني. حاجة تانية ان هي لو لقطت شخص بيتحرك قدامها بتبتدي تتتبع الحركة بتاعته. تعال اوريك كده. فزي ما انت شايف كده انا بتحرك قدام الكاميرا والكاميرا بتتحرك معايا بقى، على عكس اللي شفناها في الموديل اللي فات ان هي بتقرب في الكادر وتتحرك. لا دي فعليا بتلف معايا علشان تبقى شايفاني ايا كان بقى المكان اللي انا بروح فيه فين حوالين الكاميرا، هي ماشيه معايا عادي جدا. والموضوع ده لطيف قوي. من الحاجات التانية الحلوه في الكاميرا دي ان انت لو سايبها في البيت كده وعايز شويه خصوصيه وتبقى متاكد يعني ان هي مش باصه على اي حاجه في البيت طول ما انت في البيت، تقدر تحطها في وضعيه اسمها برايفسي مود، وده بيخليها اول ما تدوس عليها تقوم متقوقعه كده في نفسها وباصه في الارض ومش هتشوف اي حاجه، وبتفصل المايك كمان. وده بيؤكد لك بطريقه فيزيكال ان هي مش شايفه اي حاجه، فيعني مفيش اي احتماليه لان اي حد يكون داخل على الكاميرا ويشوف هي باصه على ايه، لان هي اصلا باصه في الارض كده وقافله على نفسها. فدي نقطه كويسه جدا في حته الخصوصيه. طيب حلينا مشكله ان الكاميرا بتتتبع الحركه وبتلف ومش ثابته مع البان في 3، لكن لسه لازم تكون موصلها في الكهرباء. وهنا احب اعرفك على الوايز باتري كام برو، ومن اسمها كده فالكاميرا دي مش محتاجه كهرباء علشان تشتغل، فيها بطاريه داخليه، ودي في حد ذاتها يعني طفره في عالم الكاميرات بتاعه المراقبه اللي انا شخصيا استخدمتها. الكاميرا دي تعتبر فئه اعلى شويه وحجمها كمان اكبر شويه من الموديل العادي، وده طبعا يرجع لان فيها بطاريه داخليه زي ما قلت لك. فانت عندك من هنا كشاف برضو زي اللي شفناه في الموديل الاولاني، وبعد كده الجزء اللي هنا ده فيه اللمبات بتاعه النايت فيجن او الرؤيه الليليه اللي هي موجوده في كل الموديلات الثانيه بالمناسبه، والعدسه نفسها. وبعد كده عندك من ورا السماعه عشان السرينه ومكان للتثبيت لو انت عايز، وباب موجود من تحت هنا اللي هو هيظهر لك اهم حاجه في الكاميرا دي وهي البطاريه الداخليه بتاعتها. واللطيف ان البطاريه دي بتتشحن بيو اس بي سي بشكل عادي جدا. اخيرا افتكروا ان في حاجه اسمها يو اس بي سي دلوقتي. والحقيقه كمان انك مش هتحتاج تشحنها كتير قوي، لان على الاستخدام العادي يعني تقدر توصل معاك لغايه 6 شهور في الشحنه الواحده، وبعد كده تشحنها شويه وترجع تاخد بيها مده طويله تاني، ودي حاجه كويسه. بس خلي بالك 6 شهور دي بتعتمد جدا على انت بتستخدمها ازاي. يعني هي لو بتسجل طول الوقت طبعا ده هيقل كتير، لو بتشغل الكشاف طبعا عمر البطاريه هيقل كتير، لو بتقعد تسمع وتتكلم كل ده هيقل. فانت اب تو 6 شهور ده لو انت يعني استخدامك بسيط قوي ويا دوبك سايبها كده شغاله وبتخش كل فين وفين وتشوف اللايف. البطاريه اللي جوه دي ساعتها 6200 ملي امبير اور، اللي هو لطيف يعني شبه الموبايلات يمكن اكتر كمان شويه، ودي اللي بتقعدك مده طويله. ولو عايز تشتري بطاريه اضافيه هم بيبيعوا برضو بطاريات الاضافيه بحوالي 22 دولار تقريبا. ولو مش عايز تشحن البطاريه اساسا تقدر توصلها على خلايا شمسيه كده بتاعه وايز برضو بيعملوها. لكن انا شايف ان فكره البطاريه في حد ذاتها حلت مشاكل كتير قوي، لان دايما وانت بتثبت الكاميرا دي في حته بتبقى عايز طب ابشلها كهرباء ازاي، طب ده لازم فيشه جنبها، طب احنا هنعمل دكت بقى وهيبقى شكله وحش. كل الكلام ده بقى اتحل مع الموديل ده. وبرضو عشان نجربها مع بعض كده، فزي ما انت شايف انا ماسك الكاميرا في ايدي من غير ما اكون موصلها في اي كهرباء عادي خالص، واقدر برضو انور الكشاف بالمنظر ده شديد قوي كده زي ما انت شايف، وتقدر تتكلم مع الكاميرا وتقدر تسمعها، والكلام ده كله بيحصل زي الموديلات التانية اللي شفتها بالظبط لكن من غير ما تكون موصلها في الكهرباء. وهتلاقي كاتب لك هنا فاضل قد ايه في البطاريه 62% اهي. وبرده تقدر تتحكم انت عايز جوده الصوره 2K ولا HD، وتقدر تشوفها كده فول سكرين لو انت عايز. وانا بصراحه معجب جدا بفكره الكاميرا اللي شغاله من غير بطاريه دي، بصراحه جامده مش كده؟ اوكي، مبدئيا كل الكاميرات بتاعت وايز اللي اتكلمنا عنها دي بتشتغل على طول مباشره لما بتتوصل على الواي فاي، مش محتاج اي هاب ولا اي حاجه. وتقدر توصلها بقى على اليكسا واي حاجه مساعد صوتي ذكي في البيت، وتحط بقى حاجه اسمها رولز اللي هو لو شافت بني ادم معدي تنور على طول النور قدامها حتى لو مش بتسجل، كنوع من انواع كده بس الرؤيه الليليه لو الدنيا ضلمه. تقدر تخليها تشتغل بقى مع السمارت هوم بتاعك بشكل لطيف عادي. واخيرا اسعار الكاميرات دي، الكاميرا الوايز كام V4 سعرها تقريبا 35 دولار، ده سعرها يعني في امريكا، وفي دبي او الامارات هتلاقيها موجوده في حته ال 140 درهم تقريبا. وبالنسبه للبان V3 فسعرها تقريبا 40 دولار، اكتر شويه من العاديه، وبرده في الامارات حوالي 200 درهم او في الرينج ده. واخيرا الوايز باتري كام برو سعرها تقريبا 80 دولار، فهي اكتر شويه من الكاميرات التانية زي ما قلت لك، دي فئه مختلفه. لكن فكره ان هي مش محتاجه كهرباء مع الامكانيات التانية اللي موجوده فيها، انا شايف ان الباكج لطيفه جدا لو بتدور على حاجه زي كده. وبس كده
كده دي كل حاجه حبيت ارغي معاك فيها عن موديلات وايز كام المختلفه الحديثه اللي انا شخصيا بستخدمها وبحبها جدا. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك، فيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه، هتلاقي الروابط كلها موجوده تحت. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي كلها تحت وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.